السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رودي من قناه يلا نطبخ مع رودي. النهارده هعمل معاكم المسقعه بطريقه حلوه جدا، طريقه زمان. اتمنى تعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم فيها، وكمان اقتصاديه وحلوه جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف وصفتنا عباره عن ايه. انا اول حاجه كان معايا بتنجان كوبي، وقطعت الراس بتاعته والحته اللي من تحت، وقسمت البتنجانه من النص وقطعتها شرايح كده، ولازم تبقى السمك يعني تخينه شويه عشان هتتقلق. اما لو هتحطيها في الفرن خلي السمك بتاعها رفيع. وبعد كده حطيت عليها معلقه ملح وسبتها ربع ساعه لحد ما اخدت من طعم الملح. بعد كده صفيتها كويس وصفيتها من الميه ومن الملح، وجبت هنا بقى طاسه وحطيت فيها زيت وقليت كل كميه البتنجان اللي معايا. وهنا البتنجان كان بياخد لون معايا زي ما انتوا شايفين. البتنجان اتحمر، هطلعه بقى في طبق عليه مناديل عشان يتصفى من الزيت. وهكمل بقى بقية الكمية كلها. وكمان هقلي الفلفل. بجد الطريقة دي سهلة جدا ومنجزة. وبعد كده بقى هعمل الصلصة بتاعت المسقعة. جبت طاسة وحطيت فيها معلقة توم، واحط معلقتين خل واقلب كويس. مش عايزة التوم يصفر، انا عايزة بس يدوب يدبل وريحته تطلع كده. وبعد كده نزلت عليه بشوية عصير طماطم، وحطيت ملح وفلفل اسود. وبعد كده بقى هنزل على الصلصة دي بالبتنجان المقلي والفلفل المقلي. واتمنى تعجبكم وتقولوا لي رايكم. طبعا المسقعه بتحب العيش، يعني ممكن تاكليها بالعيش وتعملي جنبها بطاطس محمره وشويه سلطه. يعني اللي تحبيه اعمليه جنبها. وبس كده، دي كانت وصفتي النهارده. اتمنى تعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم فيها. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك مني كل فيديو جديد بنزله. والقاكم في فيديو جديد تاني ان شاء الله. ومع السلامه.